احنا النهارده في مكان رائع ومكان جميل في شركة المحاريس والهندسة في الفرع الجديد اللي بيتفتح النهارده في السبتية. شركة المحاريس والهندسة احنا معاها بقالنا فترة كبيرة جدا، والنهارده دعوة خاصة جدا من السيد محمد رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والأستاذ إبراهيم راشد مدير فروع إبلي، لتغطية كبيرة جدا لافتتاح فرع السبتية. انتظرونا على شبكة عرب مصر بعد الفاصل. طيب باشمهندس محمد حسين رضوان، اهلا بيك في المحاريس والهندسه في السبتيه. احنا ان شاء الله يعني احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم النهارده وبنفتح وربنا يكرمنا، وبنقول ان المحاريس والهندسه ستعود الى تجاره هذه المستلزمات اللي هي موجوده في سوق السبتيه، للمساعده مع تجار السبتيه ومساعده المواطن المصري وتخفيف حده الاسعار الموجوده. فاحنا بنقول المحاريس والهندسه عادت من جديد. فرع السبتيه اتاخر كتير. صحيح، أنا موافق، بس دائما في أمل، دائما في أمل. بس الفرع هنا هيبقى بشكل مختلف لمنافسه السوق اللي موجود، يعني سوق جديد في المنافسه. هنعرض حاجات جديدة وهنعرض الحاجات اللي بيعرضها السوق برضه، لكن إن شاء الله بنحاول إن احنا نكون بأسعار أقل من أسعار السوق. سامعين إن هيبقى في شراكات جديدة للفرع الجديد مع شركات كتير. إن شاء الله هو اللي احنا بس نتواجد في السوق، وبعد كده الشركات الكبرى هتحب انها تتعامل مع محيط الهندسه، لان عايز اقول لك ان الشركه دي قامت على كتافها ناس كتير قوي اللي موجوده في السوق. سمعت حضرتك بتقول لمدير الفرع انت بتشتغل باسم المحاريس والهندسه وهيتخاف منه في السوق. طبعا ده اسم كبير، اسم بقاله 90 سنه في السوق. كانت بدايه التجاره في مصر هم اللي بداوها يعني. وزي ما بقول لك كده ان معظم التجار التقال دول اصلا خارجين من تحت المحيط الهندسي. المحيط الهندسه غابت لفتره، ولكن احنا رجعنا تاني الحمد لله. سمعنا برضو حضرتك بتقول للموظفين او لشركاء النجاح خوفوا السوق. خوفوا السوق بمعنى ان كنتم لابد انهم تتعاملوا بروح القطاع الخاص. القطاع الخاص اكيد اكثر مرونه كان من قطاع الاعمال العام، لان كانت الموظفين بتعيش فكره الموظف اللي هو بياخد اجره وبياخد الحافز بتاعه دون ان ينتج، دون ان يتحرك. ما عادش الكلام دوت هيكون موجود في هذا السوق الحر. لابد كل واحد يبقى عارف بتشتغل في شركه كبيره، يبقى لازم نحترم هذه الشركه الكبيره، ولازم نسعى انها تبقى موجوده. علشان تبقى موجوده لازم نشتغل بفكر القطاع الخاص. سمعت حضرتك بتقول السوق هنا بيقفل الساعه 3 4، انتوا اقعدوا كمان ساعتين 3 بعد السوق للزبون اللي جاي بالليل. ده صحيح، احنا متواجدين في السوق لخدمه المواطن، فانا قلت لهم هنا دلوقتي يفتحوا قبل السوق ويقفلوا بعد السوق. قبلوا طموحاتك ايه بقى للمحاريس والهندسه بعد 91 سنه؟ ان شاء الله طموحاتي انها ترجع تاني زي ما كانت من 91 سنه. ربنا يوفقك، وكل شكر لحضرتك وكل النجاح والتوفيق لفرع السبتيه وللمحاريس والهندسه. شكرا. الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. I dream a world where no one hates to hold a grudge. Da fast du i una fotis i